التقى وادي النيل في مهرجان سلاح الفرسان الذي أقيم ابتهاجا بنجاة الرئيس جمال عبد الناصر. فقد التقى الوادي الحر ممثلا في رجاله الأحرار الرئيس جمال عبد الناصر ورفاقه والرئيس إسماعيل الأزهري وصحبه. وتكلم قائد سلاح الفرسان فأكد وفاء الفرسان لثورتهم مجددا بيعتهم الصادقة للرئيس. ثم قدم للسيد الرئيس درعا يمثل شعار الفرسان النصر أو الموت. وتكلم اللواء عبد الحكيم عامر فقال: ستنتصر الأهداف من أجل مصر وفي سبيل مصر. وقال الرئيس إسماعيل الأزهري: إننا واثقون أن ثورتكم ستحقق لنا في الوادي الحرية التي كنا نحلم بها. وقال صلاح سالم: سيسير هذا الوادي خلف المبادئ للأشخاص، سيسير إلى الحرية الكاملة والعزة الكاملة. وقال الرئيس جمال عبد الناصر: إننا حملنا أمانة مصر في رسالة الثورة وسنموت فداء لهذه الأمانة. ومع أن فرغ الأحرار من إلقاء كلماتهم حتى بدأ الحفل الساهر الذي أحياه الموسيقار محمد عبد الوهاب.